تعالوا اخدكم معايا في رحلة بهزر مش بتكلم كده ومش هتكلم كده. ده تقريبا اول فلوج هعمله في حياتي، والسفرية دي الصراحة كانت غريبة قوي. يعني بجد غريبة قوي لان حصل فيها احداث غريبة كتير. يعني مش هقول حلوة وحشة، او هي تقدروا تقولوا ان هي وحشة، بس يعني عدت الحمد لله. انا بحب السعودية جدا، بشتغل مع زمايلي في مكتب السعودية، فانا اوريدي خدت انطباع عن السعودية وعن السعوديين انطباع هايل. بحب قوي هدوءهم في الكلام وطريقة تعاملهم الهادية الراسية. بجد بحس ان هما بيدوني طاقة ايجابية انا معرفتش اخدها بشكل مستمر يوميا من اي حد اشتغلت معاه قبل كده، بغض النظر عن الجنسيات الاخرى. يعني انا هي طبعا كنت بشكي معاناتي اللي حصل لي في المطار، وانا طبعا اموت لو ما اتكلمتش، حتى لو مع نفسي لازم اقول بيحصل معايا ده ما كانش عادي خالص. احكي لكم باختصار كده انا كنت بشتكي من ايه هنا. ان انا اصلا وانا بحجز التذكرة كان في تذاكر كتير قوي من على طيرانات تانية ارخص من الطيران السعودي، ولكن انا فضلت راحة بالي عن ان انا استرخص من الاخر واجيب تيكت على فلاي ناس بقى، ولا على اي شركة طيران تانية من الشركات اللي معروف عنها مثلا التأخير والحاجات دي. ومع ذلك يشاء القدر ان الطيارة تتأخر مش ساعة ولا 2 ولا 3، 4 ساعات كاملين. وهنا بسرح حواجبي عادي جدا عشان you only live once، فمش مهم. مهم اكمل لكم بقى. انا السفر في حد ذاته بحس ان هو نوع من انواع العالم الموازي. يعني انا ببقى في حتة وبعمل حاجة وناس معينة، وبعدين فجأة شو بتركب الطيارة بتنزل في حتة محدش يعرفك فيها ولا انت تعرف حد فيها. فاحساسك ان انت حر ده بيبقى ماكسمايزد. يعني انت فاهم انت حر. طبعا الحرية دي يعني مش هعمل بيها حاجة، بس الاحساس نفسه كفيل ان هو يخليك عايز تطول المدة دي على قد ما اقدر. وعلى قد ما انا كنت عايزة اطول المدة، ولكن مصر وحشتني وبيتي وحشني، ف ده كان احساس ملازمني من 3 يوم تقريبا قضيته هناك. يعني طبعا انا انبهاري بالاركيتكشر السعودي في البيوت بالذات، لان البيوت مش بيوت عادية، هي قصور ما شاء الله. يعني في قصور طبعا وفي بيوت عادية، بس اللي كان بيلفت نظري اكيد القصور. يعني ليه هتلفت نظري عمارة؟ يعني كنت بحب قوي ازاي بيتفننوا في ان كل بيت يكون ليه طابع مختلف عن، يعني مفيش بيتين هتشوفهم شبه بعض الا ما يكون في حاجة يعني يونيك في البيت ده. وده سيفورا اكتر مكان مفضل بالنسبة لي، حرفيا ممكن ادخل جوه اقضي يوم كامل. وقضيت السفرية كلها اكل، يعني من اول ما وصلت لحد ما رجعت وانا باكل. ما تفهموش باكل ايه او باكل ليه، انا مش الشخص ده عامة في حياتي. انا باكل وجبة واحدة في اليوم وشكرا على كده. ولكن في السفر الواحد نفسيته بتبقى شهيته بتبقى مفتوحة. يعني فيا جماعة السعودية بالذات تحديدا جدة، يعني مكان قريب جدا بناسه بالطابع بتاعه من اسكندرية اللي انا منها، فبحس جدا في تقارب كده في الارواح وفي الفايبز عامة. فلما بروح هناك بحس ان انا رحت a different version of Alexandria. يعني رحت موديل جديد كده من اسكندرية، بس طبعا مع اختلافات كتير يعني، ولكن نفس الروح. ودايما الناس اللي ساكنة على البحر بيبقى عندهم حاجات مشتركة كتير. يعني طبعا الليفل اللي انت بتشوفه في السعودية من النظافة ومن الرقي بتاع الناس ومن الترحيب الغير طبيعي وغير عادي. يعني انا يمكن رحت بلد تانية في حياتي اللي كان فيها ليفل الترحيب ده وليفل الضيافة الغير عادي ده، وهي اندونيسيا، بالتحديد جزيرة بالي. ده المكان الوحيد اللي روحته في العالم كان على نفس المستوى. ولكن السعوديين حتى لو عندك صديق سعودي او حاجة مستحيل تخش بيته وما تحسش ان انت فرد من البيت اوتوماتيكلي. يعني انت اول ما تحط رجلك في البيت هتلاقي الناس كلها بتتعامل معاك على ان انت الاخ، لو هم 5 فانت سادسهم. فدي حاجة بصراحة انا بحبها وبستغربها في نفس الوقت، ان هم ازاي عندهم القابلية على حب الاخر باختلافاته، بهدوءهم النفسي، ان هم ما عندهمش شك من جواهم في اللي قدامهم. يعني هو بيتعامل معاك
ان انت بني ادم كويس. طلعت بقى بني ادم مش كويس، دي حاجة بتاعت ربنا، لكن هو مش هيفترض هذه النية في الاول. رحت اماكن حلوة كتير ولطيفة كتير بصراحة، بس انا زي ما قلت لكم ده اول فلوج، فما تعودتش ان انا اصور كل حاجة انا بعملها. وبصراحة عشان اكون برضو صريحة معاكم، انا في حاجات كتير ما بحبش اصورها، بحب استمتع بيها واعيش اللحظة وما احبش اصورها. ولو صورتها احس ان انا اللحظة بتفسد يعني او بتفسد. ولكن هنا باكل تاني، وقعت برقوق برضو على التيشيرت بتاعي ورحت غسلته وبتاع، وكانت قصة. ده الفيو بتاعي من الاوتيل بالمناسبة، يعني كان لطيف قوي بصراحة. وكانوا عاملين روف توب كده فوق، كنت كل ما اطلع الاقي نفسي لوحدي تماما. فدي كانت حاجة برضو من الحاجات اللي بحب ادخل مكان ابقى لوحدي فيه ده، يعني حتى لو هيتملى بعد كده، بس الوهلة الاولى كده بتبقى لطيفة. فطبعا الجو ما كانش يعني ما كانش حار قوي زي الطبيعي بتاعهم. شهر 7 طبعا وشهر 6 بيكونوا اشد من كده. فانا الوقت اللي رحت فيه ده كان لطيف، والوقت اللي رحت فيه في اول السنة كان الطف حاجة في الدنيا. شهر ديسمبر ويناير ده احلى جو ممكن تزور فيه الخليج بشكل عام. انا بقى كان عندي مناسبة، وده المكان اللي كنت هحضر فيه المناسبة. كان عندي فرح واحدة زميلتي في الشغل، والمكان كان رايق قوي قوي قوي. وهم افراحهم بتبدأ متأخر بعدينا يمكن بكتير. فانا قعدت اتجول بقى في المكان واشرب قهوة وبتاع، وقعدت طبعا اكل واشرب ده كده كده يعني. ما سبتش حتة في اي حتة ما دقتش فيها. يعني انا عندي فضول ناحية الاكل عامة، لما اشوف حاجة غريبة لازم ادوقها ولازم اجربها ولازم اكون رأيي حالا. وهنا العروسة القمر اهي. افراح على فكرة الزواج السعودي مختلف تماما عن الزواج المصري، وده ممكن نبقى نتكلم فيه بقى في فلوج تاني. لكن انا الصراحة في حاجات كتير قوي كانت صادمة بالنسبة لي. اول مرة احضر زواج سعودي. يمكن انا حضرت زواجات من جنسيات اخرى قبل كده، ولكن زواج سعودي عمري ما حضرته. فكان عندي اسئلة كتير قوي، ولكن ما كانش حد فاضي يرد عليا يعني. وهنا بقى كنت راجعة خلاص مصر. قبل ما اركب القطر ده على طول، على فكرة كنت راكبة القطر اللي يرجعني تاني الصالة، عشان افتكرت ان انا نسيت الساعة في التفتيش، بس لقيتها في الشنطة عادي. كان لازم اختم بالبيك، ده اساسي. ومعرفش ايه ده، بس حسيتها حلوة فصورتها، وتقريبا الناس بتعمل كده في الفلوجات يعني. وقعدت شوية بقى كده وروحت البيت، لقيت فار في البيت.